أنا عارف إن ورا كل رجل عظيم ست، بس النهاردة بسببها المصريين كلوا بعض. لما مات الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله، اتولى الخلافة بعد منه ابنه المستنصر بالله، وساعتها كان عنده 7 سنين. وكلمتين في سرك كانت شخصيته ضعيفة حبتين، وكانت أمه الست رصد هي اللي ماشية الدنيا، وعشان كده خربتها وقعدت على تلها، لأنه حصل في عهده كارثة فضلت 7 سنين كاملين مات فيها تلتين المصريين، لدرجة إن الناس بسبب الجوع بقت تاكل لحم بعض، واللي هي الشدة المستنصرية على اسمه. شوف يا سيدي، الست رصد كانت بتغير الوزير من دول مرتين في الشهر، لأنها كانت بتخاف من الوزير الشاطر ياكل من ابنها الجو، وهو برضه عشان ما تزهقش، فكان الوزير اللي تلاقي الناس بتحبه تروح ممشياه، لحد ما جه وزير اسمه اليازوري. وفي مرة حب اليازوري يشغل دماغه، فقال للخليفة تيجي السنة دي نجيب صابون وبخور بدل القمح. فالخليفة قال له قشطة يا زوري. وبعد فترة قل منسوب النيل بشكل البلد ما شافتهوش من أيام الفراعنة، وبسببه قلت الأراضي اللي بتتزرع كل سنة وما بقاش في محاصيل، وحصلت أزمة في القمح وحبوب والشعير. وكلهم بقى الصابون والبخور بقى يا باشا، والتجار استغلوا الأزمة دي، وبقى اللي عنده كام أرداب مخبيه وخايف عليه زي يعني، وقال لك دي الأزمة جاية والرغيف هيتباع بالذهب. فبقى المصريين مش لاقيين ياكلوا، لحد ما وصل الحال إن رغيف العيش بقى ب50 دينار، وبقت الناس بتبيع بيوتها عشان تجيب رغيف عيش واحد. ولما الأزمة زادت بقوا الناس يلموا القطط والكلاب ويبيعوها في السوق عيني عينك، وحمير على حصنة، وأي كائن حي يلاقوه كان بياكلوه. ولما البلد فضيت خالص من أي كائن حي ممكن يتاكل، بقى المصريين ياكلوا بعض. والله اللي لاقي عيل صغير ماشي من غير أهله ياخده ياكله، واللي جوزها مات من الجوع تاكله. كان وضع يغم النفس بأمان. ده حتى الخليفة المستنصر نفسه باع كل اللي في قصره، ما بقاش عنده إلا حصيرة قاعد عليها، وهدومه بقت تتباع على الرصيف. واتقال إن أمه وبناته حاولوا يهربوا لبغداد بسبب الجوع الكافر اللي كانوا عايشين فيه. ولما لقى الخليفة الدنيا بتخرب على الآخر، بعت لبدر الدين الجمال واللي كان وقتها حاكم عكا، وقال له الحقني. فوصل الجمال بجيشه على مصر، وخلص على كل اللي عاملين أزمة في البلد، وشال الضرايب من على الفلاحين، وظبط التجار اللي كانوا مخبيين القمح واداهم فلوس كمان عشان يجيبوا بيها قمح من بره. ولأن الجمال كان هو السبب في حل الأزمة، سمى المصريين حي كامل باسمه في مدينة القاهرة، واللي هو حي الجمالية، عشان تكون واحدة من أصعب المحن اللي عدت على المصريين في حياتهم. وانت بقى شايف مين اللي كان سبب في الأزمة دي، الخليفة ولا أمه؟ سلام.